السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم أحلى صينية كوسة بالبشاميل والفراخ. تعالوا نخش نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي. طبعا أول حاجة هنمسك الكوسة كده نغسلها كويس قوي قوي، عشان انتوا عارفين ان الطبقة اللي على الوش ديت بتبقى فيها شوية أتربة ورمل، فاعمليه فيها ايه، اشطفيها الأول كذا مرة، وبعد كده جيبي حلة زي ما أنا عاملة كده او اي حاجه من عندك، وتحطي الكوسه وتعمليها شرايح تخينه شويه علشان تستحمل كده في الصينيه، وتنقعيها في الميه لمده 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم قاع الحله. بصوا كل الحاجات اللي فيها نزلت خالص بعد غسيل يجي 5 6 مرات كده من غسيل الكوسه، عشان ما يبقاش فيه حاجه وانتوا بتاكلوها بتقرمش وما تضايقكوش في الاكل. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجه هنعملها ايه، البشاميل. البشاميل طبعا احنا عارفينه سهل وبسيط ومفهوش اي حاجه. حط مكعبين من الزبده و6 معالق من الدقيق، وندوبهم كده يتحمروا مع بعض زي ما احنا واخدين مع بعض كده، ولحد ما ريحة الدقيق والسمنة كده يقلبوا لنا المطبخ كده. وبعد كده ننزل باللبن شوية شوية، وبعد كده نبهر البشاميل بتاعنا. عايزة بقى اقول لكم على حاجة، الناس اللي ما بتحبش الكوسة الطريقة دي هتحبها جدا، واللي ما بيحبش الكوسة هياكلها على طول. لو حد من اولادك او اي حد من عيلتك ما بيحبش ياكل الكوسة، لو عملت الطريقة الجميلة دي هتاكلوها. تعملي بقى جنبها شوية رز، ممكن تاكلوها بعيش، بس الافضل والاحسن والاجمل بالعيش، جميلة جدا جدا. بصوا بقى يلا ما نكمل بقى الفيديو مع بعض. اهم حاجة حبايب قلبي، وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما انتوا شايفين بقى اهوت الزبدة والدقيق مع بعض كده اتحمروا تحمير جامد كده، لحد بصي تقعدي تدوبي كده عشان ما يبقاش فيه معاكي كلاكيع كده في البشاميل. كل ما تسيبي الدقيق والزبدة كده وما تقلبيش بالمضرب كده، هتلاقي معاكي كلاكيع وتضايقك ومش هتفك يعني بسهولة. اللبن بقى زي ما احنا واخدين مع بعض كده هننزل بيه شوية شوية. طبعا انا معايا كيسين من اللبن، الكيس نص كيلو، انا حطيت كيلو لان انا حاطة كيلو كوسة. لو انت ممكن تحطي نص كيلو مفيش مشكلة عادي، بس انا حابة ان الاكلة تكون كلها مغذية. هقعد بقى اقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. عايزاه بقى انت تقيل خفيف متوسط، انا هخليه في المتوسط، ولا تقيل ولا خفيف. وطبعا البشاميل بتاعنا زي ما انتوا عارفين لازم يطلع فقاقيع كده من على الوش، تعرفي ان البشاميل بتاعك خلاص استوى وبقى مظبوط كده. حطيت كل البهار اللي انا عايزاه، فلفل اسمر، ملح، الكمون. عايزه بقى تحطي شويه من الجبن، جبن مشكله. في ناس بتحط بيضه في البشاميل، بصراحه انا ما بحبش البيضه خالص. ممكن احط جبنه مثلثات، ممكن احط جبنه موتزاريلا او رومي، اي حاجه من اللي هي بتسيح. خلاص كده البشاميل اللي معايا خلص اهو، الفقاقيع اللي انا بقول لكم عليها اهوت. خلاص هطفي عليه بقى، وتعالوا يلا اما نشوف المرحله اللي بعد كده. هعمل ايه بقى، هحط اهو طاسه على النار، وهبتدي احط مكعب من الزبده، وانزل بكميه الكوسه. بس قبل ما احط الكوسه هحط كده ايه، شويه من التوم، واشوحهم شويه، مش هخلي التوم بتاعي يصفر. في ناس بقى بتعمل الكوسه ايه، بتحمرها نص تحميره كده، لكن انا الطريقه الجميله ديت علشان مش عايزه اضيع القيمه الغذائيه اللي في الكوسه، يعني مش عايزه اقلي الكوسه واضيع ايه الحاجه الحلوه اللي فيها. فانا هعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده، هتنزل صوص، فكل دوت هينزل في الصينيه وهتشوفوها برضو في الاخر. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، حطيت مكعب من الزبده، وهبتدي بقى ايه بالثوم اللي انتوا شايفينه كده، هحمره بس شويه، اخليه يعني يا دوبك بس تشويحتين كده. وبعد كده هنزل بالكيلو الكوسه كله. ممكن بقى انت تعملي الكميه بتاعه الكوسه على حسب اسرتك، ممكن تعملي ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، اتنين، زي ما انت حابه اعملي. زي ما انتوا شايفين اهوت، هنزل بقى بالكميه. ويا ريت يا ريت تعملوها الشرايح اللي انتوا شايفينها دي، عشان لو انتوا عملتوا شرايح خفيفه هتعمل معاكم، هتبقى طريه جدا وهتبصوا هتدوب خالص، فلازم تعمليها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. طريقة جميلة جدا وفيها فوائد كتير وحلوة للقلب ومغذية للأطفال، وأكلة جميلة جدا. ده انت لو عملت جنبها عيش مقرمش يا سلام يا سلام بجد. والله بحب انا الحاجات دي قوي، بحب الحاجة ام عيش قوي قوي. اكتبوا لي في التعليقات مين اللي زي كده. زي ما انتوا شايفين بقى ايه، بقعد بقى ايه اقلبها كده شمال ويمين لحد ما اخلي كل الكوسة اللي في الطاسة كده تدبل كده وتديني اللون الاصفر. وزي ما قلت لكم هنزل بكل الحاجات الجميلة ديت في الصينية كده. بقى حطيت مكعب من المرق، واحط كل البهار اللي انا عايزاه. حطي بقى ال7 بهارات، الفلفل الاسمر، الكمون، اي حاجه عندك حطيها، او اي بهارات انت بتحبيها. ممكن تحطي على فكره بهارات لحمه، بهارات فراخ، زي ما انت عايزه حطي. تبليها بقى زي ما انت حابه. وعلى فكره انت ممكن بصي تكتفي باللي انت شايفاه كده،
ممكن بقى تسويها قوي، تغطيها بغطا مثلا لو انت مش عايزه تعملها صينيه ولا حاجه، وتروحي جايه مغطيها لحد ما تستوي خالص، وبعد كده بقى تاكلها بالعيش هتبقى لذيذه وجميله جدا، وتوفري شويه من الزيت. الناس اللي بتحب الكوسه المقليه الطريقه دي برضو حلوه، يعني انت ممكن تعملي بالطريقه دي وتاكلوها وتبقى زي العسل، وبرضو مش هتضيع القيمه الغذائيه اللي فيها، وتاكلي كده وجبه حلوه برضو. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، هقعد اقلبها كده لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها. وزي ما انتوا شايفين كده الكميه كتير، فدلوقتي لما تدبل كده وتنزل هتشوفوها ان الكميه بقت بسيطه. طبعا معايا شويه من قطع الفراخ عصجناهم، ومعايا قطعه من الجبنه ديت بقى ايه، موتزاريلا على جبنه شيدر، فهي ايه مشكله. انتوا طبعا عارفين التعصيج، ممكن بقى تعملي البصله الاول وبعدين تنزلي عليها بقطع الفراخ او اللحمه، ايا كان بقى لحمه فراخ زي ما موجود عندك او متوفر عندك. وممكن تحطي اللحمه الاول تديها صدمه، او تدي الفراخ صدمه، وبعد كده تنزلي بالبصله بقى والبهار وشويه من الفلفل الالوان على الفلفل الاخضر، وتبهري بقى الحاجه بتاعتك. هو دي التعصيق زي ما احنا واخدين مع بعض في كذا فيديو قبل كده. الناس اللي ما بتعرفش تعمل التعصيق هو سهل خالص، ارجعوا الفيديوهات القديمه بتاعتي، عملت كذا مره التعصيق بتاع اللحمه او الفراخ او البانيه. زي ما انتم شايفين بقى البشاميل بتاعي كده، حطيت حبه في قاع الصينيه، حبة محترمين كده. انا بعمل كده ايه بالبركة، يعني ما بعملش بمعايير ولا مش عارف ايه، فانا عارفة الحاجة معيارها ايه. وانزل بقى بكمية الكوسة كده من الطاسة على طول كده، وابتدي بقى ايه بالمقصوصة بتاعتي كده، واوزع الكوسة لحد ما اخلي كل قاع الصينية مليانة من الكوسة زي ما انتوا شايفين كده. حسيت بقى ان في اماكن فاضية كده، فهنزل برضو بشوية من الكوسة كمان لحد ما اغطي القاع كده زي ما انتوا شايفين. طريقه سهله وجميله. وبصوا اصلا شكل الكوسه جميله ازاي، الناس اللي بتحبش الكوسه هيحبوا الكوسه بالطريقه الجميله الحلوه دي. كده خلاص اهوت، بعد ما عملت الطبقه الاولانيه هنزل بقى بالكميه بتاعه الفراخ كده، تعصيج الفراخ اهوت. هغطي بقى، احاول بقى بقدر الامكان كده اخلي كل الفراخ في كل حته. وبعد كده هنزل بالطبقه بتاعه الكوسه، الطبقه التانية. طريقه جميله قوي قوي وهتعجبكم، وهتشوفوها دلوقتي في الفرن تحفه تحفه. خلاص اهوت. وزي ما انتوا واخدين بالكم كل الصوص اللي طلع من الكوسه والبهار والحاجات اللي نزلت من الكوسه بالتتبيله بتاعه التوم والحاجات دي كلها، زي ما انتوا شايفين بصوا الجمال، هتنزل كلها في الصينيه، فهتديكي طعم خطير جدا. يعني مش هتقلي الكوسه وبعدين تشيلها من الزيت وبعدين موال وهتلاقي الزيت والحاجات ديت، يعني ضيعت حاجات كتير. لكن كل العصاره اللي نزلت من الكوسه كله نزل في قلب الصينيه، يعني انت استفدتي من كل حاجه. خلاص كده حطيت الطبقه التانية. وعلى فكره لو انت مش عندك لحوم خالص ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، ممكن تعمليها بالخضار. هتعملي البشاميل بتاعك عادي جدا، وتمسكي الكوسه كده مع فاصوليا خضراء مع شويه من البسله مع شويه من الجزر، اي خضروات انت بتحبيها تمسكيها برضه وتعمليها بنفس الطريقه كده، تدبليها وتخليها لونها اصفر، وبعدين تنزلي بقى بالبشاميل وتحطي طبقه الخضار كلها مره واحده، وتنزلي بالبشاميل من فوق، وتحطي بقى شويه من الجبن بعد ما الصينيه تخش في نص السوا كده. هتديكي طعم خطير وتاكلوها وتبقى وجبه فطار جميله جدا. ويلا بقى هاتي قلم وكراسة كده وسجلي أول وصفة في شهر رمضان، الكوسة بالبشاميل بقطع الفراخ، أو لو هتحبي تعملها بلحمة أو بالخضروات. وصفة جميلة جدا تبقى على الفطار في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وصفة جميلة جدا جدا. بصوا زي ما انا بقول لكم كده ايه، انا مش هحط الجبنه دلوقتي الا بعد ما الصينيه تستوي خلاص، هدي الوش الاخير، فهبتدي احط الجبنه بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده، قربت لكم الكاميرا وهي في الفرن اهوت. شكلها جميل كده، وبتعمل من كل حتة كده، بتهدر كده وحاجة زي العسل، وكانت الريحة فظيعة جميلة جدا، هتعجبكم قوي قوي. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلاص دخلت على السوا اهو. هبتدي بقى ان انا اطلعها. طبعا كل الصوص اللي هو بتاع البشاميل والحاجات ديت، الكوسه والفراخ وكل الحاجات اللي انت حطاها بتتشربها كده، بتديكي طعم حلو كله منه فيه كده. هشيل بقى الصينيه اخرجها، وابتدي بقى ايه اوزع قطع الجبنه كلها. بصوا ادتني لون عامل ازاي كده، هي لسه ما خدتش الوش لسه، يعني هي بالشكل الجميل كده اكتفي يعني بيها، لكن لسه هنحط الجبنه اهوت. وادخلها بقى ايه شويه في ارضيه الفرن، وبعد كده بس على ما الجبنه تسيح كده، تاخد مع البشاميل كده وتسيح في قلب بعضه كده، وبعد كده هطلعها على الشوايه تدي ايه اللون الاخير، اللون الذهبي الجميل اللي احنا واخدين ايه عليه في الصواني. زي ما قلت لكم كده في اجنده كده او في كراسه، وتكتبي الوصفه ديت بتعمليها في شهر رمضان ان شاء الله، جميله جدا جدا. احنا طبعا في شهر رمضان الطبيخ بقى والرز والحاجات دي ما بتبقاش يعني محبوبه قوي، فدي اكله يعني بسيطه وسهله كده. وتعملي بقى جنبها عيش او شويه مكرونه شويه رز زي ما انت حابه، او ولادك زي ما هيحبوا يعني.
خلاص بقى هوزع كل الجبنه كده زي ما انتم شايفين، اي نوع جبن انت حباه حطيه. وبعد كده بقى ايه هندخلها خلاص اهوت في الفرن تاني، وبعد كده هوريها لكم بعد ما اطلعها من الفرن بالطريقه الحلوه العسل اللي ما شاء الله، بعد ما خدت الوش الجميل كده بتبقبق كده وزي العسل. بصوا جمال بجد، زي ما بيقولوا فاخر من الاخر. اعملوا بقى الوصفه الجميله ديت. يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا احلى اخوات في الدنيا. مع السلامه.